مرحبا بكم جميعا في يوم جديد من أدنبرا. أحس يعني حلقي وزكامي بيختفي من الفرحة يا أخي. واجد متحمسة بس ما واجد عندنا وقت هنا، فبنحاول ندور كذا نشوف اللي نقدر نشوفه ونرجع، لأنه خلاص ما عندي وقت وأساسا ما مخلصة أشغالي. أيوة جايز، أنا من يوم لما جيت ما أعرف إذا صوتي ينسمع، بس أنا مستغربة ذي المرة ما ضيعت شيء. وأنا جاية هنا لما وصلت أريد أفتح الكاميرا أصور، المايك ما موجود، ما المايك نفسه، الواير اللي يشبك في الكاميرا ما موجود. فيا أول شيء ضيعته حدد السفرة، الواير. أتمنى صوتي يكون واضح في الفلوج، ويا خليكم معانا نشوف إيش انتظرنا. قطار أول شيء شفناه قدامنا على طول من المحطة، هذه الحديقة الجميلة. جايز تعرفوا أنا أحب لما أشوف كذا المكان، يعني المكان أخضر وناس متجلسين كذا. عندنا ما أعرف ليش الناس ما تجلس برا كذا، والله أحس ما أعرف ليش حسيت إني جاية هايك. هذه الرحلة اليوم أحس عبارة عن رياضة وهايك. بس والله شوفوا كيف أنا أحب أشوف هذه المناظر كذا، الناس متجلسة والمكان أخضر. الحين نحن رايحين هناك. شوفوا وش اسمه هذا؟ سكوت. الحين حاليا نحن رايحين هناك عند هذاك نصب سكوت، وبوريكم أول ما نوصل. جماعة أنا حابة الجو هنا أكثر من إنجلند. أوكي هناك في أحيانا يكون في هواء وكذا، بس أغلب الوقت حر. إنزين بس هنا يعني في برودة، بس يعني البرودة حلوة، ما إنه برد تجمد، لا. وكل شيء عاجبني. كل شوية نتوقف. الله شوف المنظر من هنا كيف جميل. ماني بوريكم كل شيء، مع انه ما فيني ذيك الطاقة حق التصوير. انتو مشيوا معاي، شوفوا الكاميرا كيف تهز. هذا معناته جالسين تمشوا معاي. أنا أقدر أعيش هنا، هذا جوي. أطلع وأشوف الناس كذا تمشي في المكان، هذا جوي. أنا ولدت لأكون هنا. بس أحس أهلي شلوني من المستشفى كذا، صبوني وشلوني هناك، ما أعرف، إنه هناك ما جوي. كل حد يركب سيارة ينزل من السيارة يدخل المول، يركب السيارة ينزل من السيارة يدخل البيت، يركب سيارة ينزل من السيارة يدخل، ما أعرف كذا. ما في ناس برا، ما تشوفوا بشر.
يا جماعة الموضوع شوية صعب علي، كل مكان كذا يعني الأرض ما مستوية لما نمشي، لازم كذا كنا راكبين ما أعرف وش يسموه، ما أعرف كيف أشرح لكم يا أخي، بس أهم شي ما مستوي. كذا جالسة أتحلطم، شوفوا وحدة اللياقة صفر. كل الطرق كذا لازم نمشي فوق، أحس الرجل يعور مرة حقيقي هايك. لا ما تعبانة ولا ما جالسة أتحطم، بس كل السالفة يعني وقفت استراحة شوية وكذا. ما أقدر يعني حبيت كل شيء إلا هذا المزح ثقيل. طلعت حقيقية من ساعة بالي تمثال، عبالي تمثال دونيشن تحط فلوس. كيف؟ طلعي اوكي. عندنا ميكي معانا اليوم، ما اعرف ايش يسوي هنا. عندنا لوحات هنا، عندنا ناس تصور هنا، عندنا ناس تمشي هنا، عندنا واحد هذاك لا هذاك يتصور. جايز تراني احب الفلسفة. أخيرا ننزل، أخيرا ما رايحين فوق، نحن ننزل تو. واضح أن رجلي ما يعورني أبدا. جينا قلعة إدنبرا، بس يعني ما فهمت، حاطين هذه مدرجات كأنه في شاشة وداخل ثيم هاري بوتر، فما أعرف. نحن ما جايين حل هذا الشيء، نحن جايين عشان نشوف القلعة بس. هل في جهة ثانية المفروض نروح لها ولا القلعة المسكرة؟ ما أفهم شيء. هذاك القلعة وهنا ما أعرف تبين ولا لا يا أخي. القلعة وبعدين حاطين كذا مدرجات، ما أفهم ولا نقطة شيء. شوفوا المنظر من هنا، واو يا جماعة، شايفين جمال القلعة؟ وهناك مقابر، وهذه سيارة. كل وقت نمشي فيه نحصل هذه السيارات بالآيس كريم. الحين لما جاء خاطري فيه ما في ولا واحد، ما وش فيش، ما بس ما في ولا واحد، ما في حد. وين الناس اللي كنت جالسة أقول يمشي برا؟ ما في حد. لكن شوفوا الجهة الثانية، هذيك الجهة قدام لا هذا ما عند المقابر، ورا جنبه في طبول مع وش، أحس ما أعرف وش فيه هناك، بس ما جا خاطري أروح. وإذا إذا نروح محل آيس كريم ناخذ آيس كريم، بس لو تشوفوا الخط كيف اللي يخليك لا. بنمشي، لا ما هذيك الجهة، أحس هذه الجهة. يا جماعة شفتوا كيف كنت متحمسة؟ الحين تعبانة، تعبت. هذا الحركة اللي ننزل ما ننزل، نطلع من تحت لين فوق، هذه ما أقدر. هذا ما أنا. خاطري والله أتمنى لو كان عندي زلاجات، بعد زلاجات بعد بيعور رجلي.
شوفوا جايز وصل دورنا، بعد شوي ندخل. واجد متحمسة. ما يبين داخل، ما ظن يبين. والمكنسة هذيك يبيعوها باخذها لاني تعبت هنا اركب وانزل ما عاد مشكلة في الطلعات فاحس انه باخذ هذاك عشان ما امشي برجولي. حصلت دوبي هنا. So we need you all. Everyone give a big جايز أحس في أشياء أحيانا يعني الناس واجد يسووا ضجة عليها، بس لما تشوفوها ما تستاهل. نفس الميوزيوم يعني ما أعرف، يمكن لأنه أنا توقعاتي كانت واجد عالية يعني جدا، ما أعرف وش أقول عنه، بس أبدا ما يستاهل صراحة. هو في النهاية كذا ولا كذا فري الدخول، ما تدفعوا شيء غير إذا تريدوا تشتروا شيء من هناك. بس كاتبين هناك 3 فلورز، الثالث ما شفته. إنزين هذا أنا تعبت أمشي. إنزين كاتبين إنه 3 فلورز، الثالث ما شفته. فلور واحد نص مسكر نص فاتح، والأشياء اللي داخل يعني أول ما دخلت كذا جاني واو، بس لما مشيت قدام ما في يعني ما أعرف، ما حسيته يستاهل بصراحة. يعني اللي مستعجل ما باغي يوقف في الطابور ما لازم تدخل، ما في شيء. مع إني كنت واجد متحمسة، أنا من محبي هاري بوتر، لكن يلا هذا الوقت هذه الفترة ما في يعني. للمرة جينا ما عندنا وقت، بس المرة الجاية إن شاء الله بزور كل شيء خاص هاري بوتر. الحين جالسين ندور هذا الكافي اللي ما جالس يسحب قريبنا. من ساعة نمشي أحس أنا تعبانة، أريد أعرفه. أريد عربة جولف ميلك مان. طبعا هنا كل ما مشيتوا كم خطوة تحصلوا هذيلا. الحين وقفت هنا، يعني وقفنا بالمرمان وجربنا كم شيء. والله أنا ما أعرف هل أنا اليوم فيني شيء ولا هو حقيقي عادي.
يعني أنا أشوف الأماكن، لاحظت الأماكن اللي فيها عادة ضجة، لما أروح أجرب أحصل الشيء عادي. ما أعرف هل إنه أنا كنت متوقعة الشيء واو واو واو، وبعدين ما أحصل اللي كنت يعني جالسة أتخيله، والشيء اللي ما تحصلوا فيه ضجة لما تروحوا تجربوا تحصلوا أشياء حلوة، ولا أنا اليوم فيني شيء ما أعرف. لاحظت واجد أشياء يعني ما أعرف كيف أحس. أوكي مالي دخل في حد، شوفوا هذاك أحب كذا، أهم شيء مالي دخل في حد، بس إنه واجد أشوف يعني كذا، يعني واجد أشوف سياح عرب يجلسوا في أي مكان ويطلبوا أكل. يعني إذا طلبوا دجاج خلاص عادي، أحس لا لازم تسألوا. يعني حتى شوفوا، حتى لو برا مكتوب حلال لازم تروحوا تسألوا تتأكدوا، ترى هم حلال بالنسبة لهم، غيرهم بس إنه دجاج حلال. هذاك الخنزير اللي كانوا يقلوه، هذاك الدجاج يقلوه في نفس الزيت اللي قلوا الخنزير هذاك. زين ما كذا بس، الدجاج أحيانا ما مذبوح بالطريقة الصحيحة. في ناس هنا يعطوكم الدخل تقولوا لهم يعني حلال، ولا يقول لكم أيوة عنا دجاج، وهو المكان كامل ما في شيء حلال. ها بس عشان يعني هم ما أعرف حاطين في بالهم، أحس غيرهم يعرفوا، بس غيرهم أول ما تسألوهم كذا يقولوا لهم في دجاج. زين الدجاج كيف مذبوح؟ تعرفوا إنه واجد أماكن نروحها يطلع الدجاج مذبوح يعني بطريقة ما مفروض، يعني ما يصير نحن ناكله، والناس أشوفها عادي جالسين وطالبين، واللي طالب بيكن وما أعرف مو. يعني أحس ما أعرف هل في السفر عادي يعني، ولا ما أريد أتفلسف، لكن أحس يعني ما أعرف، كنت أريد أقول هذا الكلام جالس داخلي واجد. هذه هي إدنبرا يا جماعة، جالسين ندور مكان نجلس فيه ناكل، بس أغلب اللي سألناه لين الحين ما حلال، فتعبت أمشي، ما فيني طاقة، لازم آكل عشان الطاقة ترجع، ورجلي ما جالسة تشتغل خلاص. يا جايز كنا رايحين حال هذيك وش نسيت اسم المكان بس اوكي الفاين كاستر. اهم شيء كنا رايحين حال الزحليقة. زين لكن تخيلوا كنت جاية خلاص فاتحة اوبر عشان اطلب، لانه بالمشي من هنا ساعتين، فسيارة بس كذا من نص ساعة. كنت جاية افتح خلاص اريد اطلب، فجأة اختي تقول لي شفتي الساعة كم اخر شيء، ولا نروح لين هناك وبعدين يطلع مسكر. وحقيقي فتحت شافت الوقت خلاص ما يمدينا نوصل، حزنت، لكن يلا خيرها في غيرها، ولا وش يقولوا هو. ايوه ان شاء الله next time. حاليا بنروح هذه الاماكن القريبة بس، لانه قطارنا الساعة 8 وشيء، تقريبا 28 دقيقة يمكن، فيا يا جماعة خاطري أجيب أمي في هذا المكان، بس أنا أعرف ما بتقدر تتحمل هذه الصعدات والنزلات، بس خاطري أجيبها تشوف المكان، لأن أحس هذا جوها. أحس أن المكان يستاهل وتتركبه كل هذه الصعدات، أحسها تستاهل. في أشياء هناك بشوفها بعدين. أول شي خليني أروح أشوف المنظر هنا، لأني أحس جميل. أخذ
لكم كذا ذاك الهايك يستاهل. أصحاب الهايك لما تجوا للضحك. هذا رياضة 10 أيام ما شاء الله. قلت لهم نروح نركب هناك، نطلع في هذاك لين هناك فوق. لحظة هذا ما يصير مشكلة واجد زوم لين هناك، بس ما عندنا وقت أساسا، قطارنا خلاص وما أعرف أصلا إذا بنواحي نمشي هذاك المحطة على موعد القطار، بس اللي يعرفه ما يمدينا نروح هناك، بس واجد خاطري أروح يا أخي. يلا بنجي مرة ثانية يعني وقت أطول. هذا كان ما كنا مخططين حاله، جينا بس كذا بروح على السريع. فيا لكن حلو قدام ما حد يطلع. يا جماعة نحن تعبانين وما قررنا نرجع المحطة، وقطارنا ما باقي عليه وقت. النجدة ساعدونا. ايوه بتوصلي باقي شوية بتوصلي. اخواتي اللي ما يعرفوا يعني اي مكان اي شيء يحصلوا كذا باب فيه كذا بوابة يدخلوا، كل مكان يدخلوا. وكذا ينتهي يومنا في إدنبرا الجميلة. واجد حبيت المكان وإن شاء الله برجع له مرة، بس المرة الجاية ما بتكون رحلة سريعة، بيكون يعني بنخطط لها، ما بنجي كذا بدون تخطيط. فيا نشوفكم في مكان ثاني إن شاء الله. I don't think I can. وصلنا على الوقت، تخيلوا أول ما وصلنا والقطار يوصل. Yeah, that's it. Yeah, that's it. Or the charger? Yeah, it's charging. Was it the? Do I need to put it straight? Yeah.